أما البرنامج الثاني للأطفال اللي قدمته أبلة فضيلة كان يقدم أسبوعيا، وهو حديث الأطفال، وده للأطفال الأكبر سنا، وكان يذاع يوم الجمعة حتى يكونوا في الأجازة الأسبوعية من المدرسة. وهذا البرنامج الأسبوعي كان يشتمل على عدة فقرات، منهم الأساسي، فكانت تبتدي ببريد البرنامج فتذيع أسماء الأطفال للتهنئة بالنجاح وأعياد الميلاد أو سلامة الشفاء، كما يذاع أسماء الأطفال لعتابهم بسبب الشقاوة وعدم سماع الكلام إلى آخره. من القاهرة. في باريتكم النهارده يا اطفال جالنا جواب من ماما ناديه مامة فريد عاصي، واحنا بنقول لفريد الحمد لله على السلامه لشفائه. كان من الفقرات الأساسية لحديث الأطفال الأغنية. أما الفقرة الثالثة إما أن تكون تمثيلية إذاعية تتحدث عن قيمة معينة من القيم، أو تكون فقرة بعنوان مين أشطر، حيث تجرى مسابقة في الأسئلة العامة بين فريقي الأولاد والبنات في جو من المرح، أو تكون فقرة بعنوان مستقبلي، حيث تستضيف ضيف يتحدث عن مشواره ويشارك الأطفال في محاورته. فقد استضافت كبار الشخصيات والمشاهير في كافة المجالات، منهم نجيب محفوظ وأنيس منصور والدكتور فاروق الباز ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وغيرهم الكثير والكثير من الرموز الفنية والسياسية. تعالوا نسمع جزء من لقائها مع عبد الحليم. أهلا أستاذ عبد الحليم. اهلا بك يا استاذ عبد الحليم. اهلا وسهلا. ولاد انتوا بتحبوا استاذ عبد الحليم؟ طبعا. ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار. الحقيقه استاذ عبد الحليم احنا بنشكرك على اللقاء الممتع ده، وبنتمنى لك الصحه، وبنتمنى لك انك دايما تملى دنيتنا باغاني جميله وحلوه. نتمنى كمان نسمع منك غنوه الانتصار ان شاء الله. ان شاء الله. الف شكر يا استاذ عبد الحليم. أصدقائي، وبالحب لمصر وليكم بنختم برنامجنا النهاردة، وأبلة فضيلة بتقول لكم إلى اللقاء، إلى اللقاء المرة الجاية إن شاء الله. ظلت أبلة فضيلة تسجل حلقات برنامجها حتى الشهور الأولى من 2007، وقد حصلت على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية، لكنها اعتبرت الوسام الأهم بالنسبة لها هو وسام القلوب الصغيرة التي حصلت عليه من ملايين الأطفال المصريين وفي العالم العربي، والتي ساهمت بشكل حقيقي في تربية وعيهم الوطني والأخلاقي والاجتماعي.